هنيجي بقى نراجع الفلسفة الأول. الفلسفة الأول عندي كم موضوع؟ عندي 4 مواضيع. طب كل موضوع ياخد إيه؟ كل موضوع نقول ياخد 10 دقايق. 10 في 4 يا لهوتني 40 دقيقة. فلسفة كتير، 5 دقايق كفاية عليك. يلا بينا يلا بينا. بص بقى الباب الأول الفلسفة التطبيقية. أبلة ما تجرنيش يا ولا هشرح لك، اصبر عليا. كبر معايا كبر معايا. طبعا انا عايزه اقول لك انك هتلاقي الورقه دي PDF تحت الفيديو. المهم انك تعمل لايك للقناه عشان يصلك كل ما هو جديد زي البلوجر كده. الفلسفه التطبيقيه. الفلسفه التطبيقيه دي كبيره قوي، دي شجره كبيره قوي ليها 3 فروع. حلو قوي، ليها فرع يخص البيئه وفرع يخص الطب وفرع يخص العمل. تركز معايا، ركز مع امك. اي حاجه، اي مشكله في البيئه تخش الفلسفه البيئيه. يقول لك تلوث، يقول لك احتباس حراري، يقول لك امطار حمضيه، يقول لك اي مشكله بيئيه، الارض، النبات، الحيوان، الجبال، الهضاب، التضاريس، دي فلسفه البيئه. تمام، خلصت. اي حاجه بقى تخص مجال الطب، يقول لك تجاره اعضاء، يقول لك الموت الرحيم، يقول لك زراعه الاعضاء، يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد استئجار ارحام، يقول لك ماهيه الانسان. اي حاجه تخص الطب تبقى الاخلاق البيوطبيه او البيوتيقيه. اي حاجه بقى تخص المهنه، طبيب، مهندس، مدرس، اعلامي، صحفي، ميثاق اخلاق المهنه، يبقى على طول هنخش في اخلاق المهنه. يبقى الشجره الام اسمها الفلسفه التطبيقيه. طيب نفس الكلام قلناه. بص بقى يا سيدي، خلاص بيقول لك لو لقيت في السؤال اي حاجه تخص البيئه هنمسك الفلسفه البيئيه. البيئه لغويا، انت عندك البيئه لغويا والبيئه اصطلاحيا. البيئه لغويا اللي اتكلم عليها واحد اسمه ابن منظور في كتاب اسمه لسان العرب. مش ده اللي قال لك بقى الي الشيء يبوء بوءا بوأتك بيتا اي انشأت لك بيتا. البيئه هي المكان الذي ينزل فيه الكائن الحي ويتخذه مكانا له. البيئه هي المكان الذي ينزل فيه الكائن الحي ويتخذه مكانا له. يقول لك بيئه، يقول لك دار، يقول لك دوار، يقول لك منزل، يقول لك مكان، يقول لك مستوطن، يقول لك قعد، يبقى ده معنى البيئة لغويا. تمام؟ البيئة اصطلاحيا. البيئة اصطلاحيا اللي اتكلم عليها واحد اسمه ابن عبد ربه في كتاب اسمه العقد الفريد. قال لك البيئة اصطلاحيا هي الوسط اللي بيعيش فيه الكائن الحي، يتأثر به ويؤثر فيه. أي حاجة فيها تفاعل، اندماج، تكيف، تأثير، تآثر، اتأثرنا، حاجة محيطة بيا، شاشة، إضاءة، كاميرا، يبقى ده البيئة اصطلاحية. مراحل علاقة الإنسان بالبيئة حلوة قوي بقى. تعال بقى معايا هنا، هم كم مرحلة؟ 4. لا 4 دول 5. تقديس تأليح، تفسير توظيف، استغلال سيطرة، قهر واستبداد، صون واحترام. حبيبي ال5 دول أنا اختار إيه؟ إحنا مش جايين نشرح. تعال بقى معايا مرحلة التقديس والتأليه. امتى تختار مرحله التقديس والتأليه؟ بص بقى، يقول لك تبجيل يعني تقديس، يقول لك قاف ميم، يقول لك الخضوع والخنوع للبيئه. ان الانسان هنا عندما وجد نفسه داخل بيئه موحشه يصعب السيطره عليها، فاضطر الانسان الى تأليهها وتقديسها كما فعل البابليون والهنود والصينيون. يقول لك بابليون، هنود، صينيون، يقول لك رهبه، يقول لك عباده، يقول لك تبجيل، يقول لك تقديس، يقول لك اساطير، كل دوت خرافات، خزعبلات. يبقى مرحله التقديس والتأليه. تمام. تعالى بقى، استنى، اقلب هنا. انا مكبره لك عشان بس ايه الناس اللي ما بتشوفش زي حالاتي تاخد بالها. تعالى بقى المرحله اللي خلت الانسان يبدا يفهم ويتجرم، مرحله التفسير والتوظيف. اول ما تلاقي ارسطو، حضاره يونانيه. الحضاره اليونانيه ارسطو عمل ايه؟ ارسطو بص على البيئه وقال لك الارض هي مركز الكون. الارض هي مركز الكون، والانسان هو سيد هذا الكون. حلو قوي. مش ده اللي قال لهم انت عمهم وانا هميزك عنهم اصل انت عندي احسن منهم؟ بالظبط الكلام. يقول لك حضاره يونانيه، يقول لك فلسفيات الطبيعه، يقول لك هرقليطيس، سقراط، طاليس، العصر الوسيط. حلو قوي. الانسان كائن مستخلف على الارض. التفوق النوعي. عارف يعني ايه التفوق النوعي؟ يعني انت عمهم، انت احسن منهم،
انت عندي بيهم كلهم، انت سيدهم وتاج راسهم. يقول لك اصل الكون، اصل الاشياء، مركزيه الانسان، مركزيه الكون، يبقى مرحله التفسير والتوظيف. طب مرحله الاستغلال والسيطره، هنا بقى ظهر العلم وظهر التكنولوجيا. جميل، حلو قوي. العلم والتكنولوجيا في دمار وخراب؟ لا، ما فيهوش دمار وخراب. يبقى يقول لك العصر الحديث، يقول لك انشاء طرق، انشاء كباري، انشاء مصانع، انشاء الات. عرف ديكارت ثوره الشك، فرانسيس بيكون اللي عمل كتاب الأورجانون الجديد. يقول لك المنهج التجريبي، يقول لك تجارب، خد بالك، تجربة، منهج تجريبي، تجارب، مرحلة استغلال وسيطرة. أي حاجة فيها تجارب مرحلة الاستغلال والسيطرة. طيب، القهر واستبداد، حبيبي القهر واستبداد في علم وتكنولوجيا، بس في دمار وخراب. أي حاجة من عيلة نبوية حطها في قهر واستبداد. إيه عيلة نبوية دي يا ميس؟ حرب بيولوجية، مبيدات كيماوية، أسلحة نووية، حرب بيولوجية. بص بقى، أي حاجة خرب فيها الإنسان، استنساخ، استئجار أرحام، ممكن نقول الموت الرحيم. أي حاجة فيها بيوتقية خش في مرحلة القهر والاستبداد. تلوث، خراب، دمار، احتباس حراري، إن البيئة بدأت ترد، مرحلة القهر والاستبداد. هنا بقى يعني مش عامل كده تاني، يعني مش عامل كده تاني. مين اللي يعني؟ الإنسان. حلو قوي، ده العصر الراهن، مرحلة الاحترام والصون. استني، هي مش مرحلة الاحترام والصون برضو كانت في التقديس والتأليه؟ الإنسان احترم البيئة، في التقديس والتأليه احترمها، وفي الاحترام والصون احترمها. بس هنا في التقديس والتأليه عبدها، في الاحترام والصون حط قوانين وحط تشريعات. في الاحترام والصون حط قوانين، حط تشريعات، عمل مؤتمرات، عمل ندوات، عمل بروتوكولات. دي مرحلة الاحترام والصون. وكده احنا خلصنا الخمس مراحل. طيب، بعد كده ظهر عندك مين؟ لا بقى، الحضارات. استنى بس. الإنسان المصري القديم احترم البيئة، احترمها فين؟ عمل حاجة اسمها كتاب الموتى. كتاب الموتى هو أقدم كتاب مصور عرفته الإنسانية، ده رقم واحد. عمل تعويذة إعلان البراءة. كان الميت أو المتوفي كان يقف قدام الإله، يقول له: السلام عليك أيها الإله الأعظم، إنني لم أحرم الماشية من عشبها، ولم أضع الفخاخ لعصافير الإله، ولم أصطاد الأسماك من البحيرات. يقول لك أي حاجة فيها إبراء ذمة المتوفي أمام الإله يبقى التعويذة. أقدم كتاب مصور يبقى كتاب الموتى. احترم الطبيعة وعبد نهر النيل وأسماه الإله حابي، يبقى تقديسه لنهر النيل. دي التعويذة. أي حاجة فيها طلاسم تعويذة. طب تقديسه لنهر النيل، تقرب إلى نهر النيل بالأناشيد والتراتيل والترانيم، وقعد يصلي له ليل مع نهار. طيب، الحضارة الإسلامية بقى. الحضارة الإسلامية هم 2 عمي. مين بقى ال2 العمي دولت؟ علي بن رضوان وعبد الرحمن بن خلدون. أي حاجة تخص الأمراض علي بن رضوان، واشتري دماغك. أي حاجة فيها مرض علي بن رضوان، أي حاجة فيها مرض علي بن رضوان. ربط أسباب بنتيجة علي بن رضوان. يقول لك المعادن بتتمدد بسبب الحرارة علي بن رضوان. طب وأي حاجة تخص البيئات عبد الرحمن بن خلدون. بيئات، أقوات، ملابس، طبائع، صنائع، ابن خلدون. ليه بقى؟ ابن خلدون ميز ما بين البيئات، قال لك البيئة دي صالحة للعمران والبيئة دي غير صالحة للعمران. البيئة دي ينفع أعيش فيها والبيئة دي ما ينفعش أعيش فيها. ده ابن خلدون، ده رقم 1. 2، يقول لك البيئة أثرت على ده خلته شجاع وخلت ده جبان. ابن خلدون. تمام؟ يقول لك إن هنا أسمر، هنا أبيض، هنا بياكل كنتالوب، هنا بياكل ملوخية مصريين، كبسة سعوديين. أي حاجة فيها أقوات، فيها ملابس، فيها طبائع يعني طبع، فيها صنائع، فيها لبس، يبقى ابن خلدون. يقول لك أهل الحضر، أهل البدو، أهل الريف، أهل الشام، أهل الجنوب، فوق تحت، ابن خلدون. ماشي. وإيه كمان؟ تعال بقى نروح على الغرب. مين بقى الغرب؟ بص يا سيدي، تعال بقى نروح على الغرب. الغرب عندك مين؟ عندك ألديلي بولت. بولت هو اللي اتكلم على الأرض ودعا للاهتمام بالأرض، وبولت هو اللي ساوى ما بين الإنسان والكائنات الحية. بولت ألغى
التميز اللي عمله ارسطو للانسان. يبقى اللي قال لك انت عمهم وانا هميزك عنهم، اصل انت عندي احسن منهم، انت بيهم كلهم، كان ارسطو. اللي جه قال له امك واللي جابتها، انت لا عمهم ولا هميزك عنهم، انت زيك زيهم، بل بالعكس اقل منهم، كان بولد اللي غير تفكير الانسان من كونه كائن مستعمر لكونه كائن معمر. بولد اللي غير نظرة الانسان من انه سيد الارض لاحد اعضاء كوكب الارض. تمام؟ طيب هانز يوناس، بص بقى، اي حاجة فيها مسؤولية هانز يوناس، المستقبل هانز يوناس، الاجيال القادمة هانز يوناس، الوعي، فاعلية هانز يوناس. ازاي؟ بس هانز يوناس ده ضحك على الانسان وقال له تعالى انت الكائن الاكثر وعيا، انت الكائن الاكثر فاعليه، انت وانت وانت وانت، انا وانا والحديد يتنى. فجاء هانز يوناس قال له انت الكائن الاكثر وعيا بمبدا التعاون، اتغر الانسان. قال له انت الكائن الاكثر فاعليه في الوجود، اتغر الانسان. قال له انا فله، قال له البس يا منعم في المسؤوليه. قعد الانسان يصوت ليل مع نهار ويقول ايه؟ بالوعي والفاعليه لبست المسؤوليه. يبقى اللي لبس الانسان المسؤوليه هانز يوناس. يقول لك مسؤوليه، يقول لك اجيال قادمه، يقول لك الغد، يقول لك بكره، يقول لك الحفاظ على الموارد، يقول لك الوعي، يقول لك احافظ عشان الاجيال الجايه، امنع الامراض للاجيال الجايه. يبقى كل ده انا مع مين؟ مع هانز يوناس. انا عندي بقى 3 توجهات في الفلسفه، حلو قوي. عندي التوجه النفعي، والتوجه البيئي الخضري المثالي، والتوجه الوسطي. الفرق بقى؟ التوجه النفعي حلو قوي، الانسان كان بيحافظ على كل الكائنات اللي بيستنفع منها. تعال اقول له الحماره ولا المدام، يقول لك الحماره. يخرب بيتك الحماره، يا شيخ الحماره هتنفعني في الغيط، المدام بلا نيله. حلو قوي. طب الحمار ولا الفار؟ لا الحمار، انا موت الفار. ده صاحب اتجاه نفعي، انسان نفعي برجماتي بيدور على المنفعه بس. طب والبيئوي او الخضري ده انسان مثالي جدا، بيساوي ما بين الكائنات الحيه كلهم. يقول لك الكل يحترم، الحماره تحترم والمدام تحترم، الفار يحترم والحمار يحترم. جميل. يعني هنا ده مثالي، ده نفعي، ده كان بيحافظ على الكائنات اللي بيستفاد منها، ده بيحافظ على جميع الكائنات. قال لك بقى الاتجاه الوسطي، خد وهات، شيل وحط. يعني ايه خد وهات شيل وحط؟ باشا انا موجود جوه غابه، الغابه دي انا خرجت منها 5 اشجار، قبل ما تخرج بال5 اشجار تزرع لي 15. ليه؟ عشان هيجي حمار زيك بردك ياخد 5 تانيين فيلاقي عندي. يبقى زي ما بخرج من البيئه زي ما بدخل في البيئه. يبقى انا عندي 3 اتجاهات. طيب ممكن نقول ايه بقى؟ دي كلها بقى ايه؟ مفاتيح ليها. طيب ناخد بقى البايوتك. طب خد بالك انت كده حسبنا مع بعض، احنا بدأنا احنا بقالنا 7 دقايق في الباب الاول. شوف لي مسلم كده كام دقيقة في الباب الاول؟ كام؟ 13 بالمقدمة يا باشا، يبقى 10 دقايق. البايوتاكيا حلو قوي، اتفقنا مع بعض اي حاجة تخص الطب يبقى البايوطبية. اسمها بايوطبية ولا بايوتاكيا؟ اسمها الاثنين. يا اختي جبنا منين اسم البايوتاكيا؟ اسم الله عليك، هو انت مش مذاكر؟ يا لهوي يا لهوي. هات فان بوتر. مين فان بوتر؟ اخو هاري بوتر. مسخه، مش اخو هاري بوتر. عمل ايه فان بوتر؟ فان بوتر ده سنه 1970 الراجل صحى من النوم راح كاتب مقاله في الطب سماها البايوتاكيا وعلم البقاء. حلو قوي، الناس فرحت بالاسم. قال لك البايوتاكيا هي الاخلاق البايوطبيه. حلو، البس ايه؟ سمي البايوطبيه البايوتاكيا. مين بقى اللي سماها؟ فان بوتر. سنه كام؟ 1970. فان بوتر ده كان بيشتغل ايه اساسا؟ الراجل ده كان متخصص في طب السرطان وكان بيعالج الناس من مرض السرطان. جميل. يبقى اللي سمى فان بوتر كان البايوتاكيا. بيقول لك لو لقيت في السؤال اي حاجه تخص قوانين ومعايير اخلاقيه لحل ازمه او معضله او مشكله يبقى هنتكلم على البايوتاكيا. طيب عايز اقول لك حاجه حلو بقى، تعالى لي هنا بقى يا حلو عشان دي بتاعتي لعبتي. ايه بقى؟ مجالات الاخلاق البايوطبيه. انت عندك كم مجال؟ 3. اخلاق العياده والبحث العلمي، اخلاق عياده وبحث علمي وسياسه صحيه. طيب تيجي نختصر الليله؟ نختصر الليله عشان انت عايز تلم الدنيا كلها في فيديو واحد، مش عايزين اي وجع قلب. اخلاق العياده، صليت على النبي، اي حاجه تخش ايه؟ اي حاجه تخص
غرفة العمليات، العيادات، رسم خريطة العلاج. اتعملت، ده اللي عمل الكلام دوت واحد اسمه ديفيد روس، عملها احتراما للمريض اللي حط ثقته في الطبيب وفي الهيئة العلاجية. جميل. يبقى يقول لك في السؤال غرفة عمليات، يقول لك في السؤال عيادات، يقول لك في السؤال مشكلات بتقابل الأطباء، يقول لك في السؤال رسم خريطة العلاج، يقول لك في السؤال أنا حطيتها احتراما للمريض اللي حط ثقته في الطبيب. أخلاق العيادة يا معلم، مات الكلام. طيب أخلاق البحث العلمي، بص بقى تركز مع أمك، ركز مع أمك. أي حاجة فيها تجارب، معامل، أبحاث، علماء، يبقى أخلاق البحث العلمي. أصل أي حباية دواء أنت بتاخدها خضعت للتجارب، فالمجال ده لازم تحكمه أخلاق. يبقى أخلاق البحث العلمي يا جميل، بحث علمي، أديني بكرر تاني، تجارب، معامل، أبحاث، علماء، باحثين، جسم الإنسان، يبقى بحث علمي. طيب السياسة الصحية، بص بقى نركز. أي حاجة فيها دولة وقوانين، أي حاجة فيها دولة وقوانين حكومة سياسة صحية. طيب جميل، دولة، قوانين، حكومة، سياسة صحية. طيب بيقول لك هنا إيه بقى، نركز مع بعض. تعالى بقى هنا في السياسة الصحية، لو لقيت في السؤال بتتكلم عن دور الدولة أو مؤسسات حكومية لخدمة المواطنين دون تميز مواطن عن مواطن أو دولة عن دولة، سياسة صحية. مستويات السياسة الصحية، كم مستوى من مستويات السياسة الصحية؟ 3. اللي هم ايه ال3 دولت؟ صليت على النبي. واحد حاجة اسمها صحة عمومية، صحة عمومية. التانية منظومة علاج، صحة عمومية، منظومة علاج، توزيع موارد صحية. طب صحة عمومية اختارها امتى؟ وقاية، حماية، تطعيم، حملة. هعمل حملة في المدارس، هعمل حملة في المدارس للوقاية من الانفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، صحة عمومية. هقفل المدرسة علشان في فيروس، صحة عمومية. هعمل حملة 100 مليون صحة، هنزل تطعيم للأطفال ضد شلل الأطفال، صحة عمومية. يبقى أي حاجة عشان تحمي الناس من فيروسات، من أمراض، يبقى صحة عمومية. وقاية، حماية، صحة عمومية. طيب منظومة العلاج، بص بقى أنا دايما بقولها للطلبة عندي إيه؟ أي حاجة فيها حيطة منظومة علاج. يعني إيه حيطة؟ مستشفى، حيطان. مركز طبي، حيطان. وحدة صحية، حيطان. قريبة من البيت، حيطة. يبقى حيطة قريبة من حيطة، منظومة علاج. حلو. طب توزيع الموارد، ما هي الموارد دي اللي هي عبارة عن إيه؟ أطباء، أدوية، أجهزة. يبقى أنا لازم أوزع الأطباء على المستشفيات، لازم أحط أدوية في المستشفيات، لازم أنزل أجهزة طبية في المستشفيات. دي بقى حبيبة قلبي توزيع الموارد الصحية. إيه كمان؟ تعالى لي بقى هنا، دي بقى عايزة أخدها معاك واحدة واحدة. إيه دي؟ ما أنا هقول لك بقى. في حاجة اسمها الموافقة المستنيرة. يعني ايه قلبي موافقة مستنيرة؟ في حاجة اسمها أدبيات الموافقة المستنيرة. حلو. ممكن نعرف ايه هي أدبيات الموافقة المستنيرة؟ 5 في وش العدو. ايه هم؟ بتخمسي في وشي؟ والله بخمس في وشك. أدبيات الموافقة المستنيرة. الموافقة المستنيرة هي إقرار من الأطباء بالسماح للمرضى بالمشاركة في العلاج. 5 أدبيات: إفصاح، فهم، أهلية، طواعية، موافقة. إفصاح من مين؟ من الطبيب. يعني الطبيب يقول كل اللي عنده. أقول كل حاجة تقولها، بس بشرطين: الصراحة والبساطة. خلاص، أي حاجة الطبيب بيقولها، حكى شكى بكى قال، حكى شكى بكى قال، الطبيب قال بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح وبالبساطة، عشان الحمير اللي زي حالاتي من المرضى يقدروا يفهموا. إفصاح. طب والمريض؟ افهم بقى، افهم وقدر المعلومات اللي جايه لك. حلو. يبقى اي حاجه فيها فهم، فيها وعي، فهم، وعي، ادراك، يبقى فهم. طب والاهليه؟ الاهليه لازم فيها تحمل نتيجه. الاهليه فيها تحمل نتيجه، فيها اخذ قرار. يبقى الاهليه، بص بقى، خلاص الاهليه لو لقيت في السؤال بيتكلم عن الطبيب او المسؤوليه
عن أي ذي مرض، وإنه المسؤول لكتابة العلاج وتقديم النصائح للمريض، إن الطبيب أهل تخصص لمعرفة وتشخيص مرض. يعني إيه الكلام ده؟ فاهمك. أهلية فيها تحمل نتيجة، فيها لازم المريض يكون عاقل واعي راشد. يعني أنا عندي طفل صغير داخل يعمل عملية، هاخد موافقة الطفل الصغير ولا أهله؟ أهله. طب أنا عندي بابا أو ماما أو تيتا، تيتا ديت عندها 80 سنة وهتعمل عملية، هي تيتا دي لسه عندها القدرة على اتخاذ قرار؟ أهله. يبقى الأهلية فيها تحمل نتيجة، فيها القدرة على اتخاذ قرار، يبقى أهلية. طب والطواعية؟ الطواعية يعني لازم يبقى في حرية، المريض يكون حر مش مجبور، وعدم التعرض لأي ضغط، سواء ضغوط داخلية أو خارجية. ما راحش أجيب أهل المريض وأحطهم في وشه، لا. الطواعية يبقى الطواعية فيها حرية، فيها استقلالية، حرية استقلالية عدم ضغوط، طواعية. طب ما تلخصي؟ ألخص. إفصاح، الطبيب قال بمنتهى الصراحة والوضوح والبساطة. إفصاح الفهم، المريض فهم ووعى وأدرك، ده فهم. المريض عنده قدرة على اتخاذ قرار وتحمل نتيجة وتحمل عواقب، أهلية، ويكون عاقل بالغ راشد. الطواعية فيها حرية، فيها استقلالية، فيها عدم إجبار، فيها عدم ضغوط. ثم الموافقة، لازم الموافقة تكون مكتوبة مش شفوية. ليه؟ عشان ما ترجعش عليا. دايما المريض بيمضي إقرار قبل ما يخش أوضة العمليات، يبقى اسمها موافقة، علشان يخلي مسؤولية الطبيب. هل معنى ذلك ان الطبيب ما يتحملش المسؤولية؟ لا، الطبيب هيتحمل المسؤولية. طب ازاي الطبيب يتحمل المسؤولية والمريض هو اللي هياخد القرار؟ احتراما لمبدأ اسمه عدم الحاق الأذى. فلازم المريض لازم الطبيب يوعي المريض. ماشي. في حاجة بقى جميلة اسمها معايير الأخلاق الطبية الحديثة أو البايو طبية. ايه بقى المعايير؟ اهم 4 معايير، اللي هم ايه؟ 1، المنفعة. يعني ايه منفعة؟ فعل كل ما فيه خير لمصلحة المريض. اعمل كل حاجة خير لمصلحة المريض. مستشفى حلوة، رعاية صحية حلوة، تمريض حلو، فرشة نظيفة حلو، أجهزة حديثة، اسمها منفعة. المهم ان المريض يتبسط ويضحك، ياخد على قفاه بعد كده مش مهم، اسمها منفعة. طب وعدم إلحاق الأذى؟ عدم إلحاق الأذى بالمريض سواء كان عمدا أو إهمالا. ما تجيش تديله حقنة غلط وتقول لي ام سوري ده انا هشلفط وش اللي جابت امك. ام سوري ايه؟ ايوه بس انا ما كانش قصدي. انت كده اهمالا. او تديني حقنه قاصد انك تضرني، ما ينفعش. يبقى انا افرق ازاي ما بين منفعه وعدم الحاق الاذى؟ اي حاجه فيها مصلحه مريض، مصلحه، وحاجه حلوه عملتها له، اسمها منفعه. طب وعدم الحاق الاذى؟ صدقني هيجيب لك ضرر، لازم يجيب لك ضرر عشان تقدر تفرق ما بين الاثنين. لقيت ضرر سواء عمدا او اهمالا، اسمه عدم الحاق الاذى. بعمل للمريض حاجه حلوه اسمها منفعه. طب والاستقلاليه والفرديه؟ ما اتفقنا بقى، حريه وعدم ضغوط. هتلاقي في السؤال مساحه من الحريه وعدم ضغط، اسمها استقلاليه وفرديه. المساواه والعدل حبيبي، المساواه والعدل ما بين المرضى دون النظر الى دين، جنس، عرق، ماده. دين لا مسلم ولا مسيحي، كلكم مرضى. عرق ولا اوروبي ولا افريقي، كلكم مرضى. جنس راجل وست، كلكم مرضى. ماده وزير وغفير، كلكم مرضى بالنسبه لي. طب كده احنا اخدنا البابين اعتقد في تلت ساعه. بصوا بقى يا جماعه، في حاجه اسمها مشكلات الثوره البيولوجيه. عندي قضيه زي زراعه الاعضاء. حلو. زراعه الاعضاء دي تنقسم لقسمين: زراعه اعضاء من حي وزراعه اعضاء من ميت. حلو. اعضاء قابله للتجديد خدها من حي، زي كبد وكلى. ايه ده، هما بيتقابلوا للتجديد؟ حبيبي انا ممكن اعيش بكليه واحده مش بكليتين. كبد انا باخد فص من هنا وبزرعه هنا فبينمو. حلو، دي زراعه اعضاء من حي. طب من ميت، عايز قلب، عايز نخاع، عايز رئه، دي تاخدها من ميت. تمام. بيقول لك لو لقيت في السؤال بيتكلم عن تجاره اعضاء قابله للتجديد يبقى من حي. طب لو لقيت في السؤال بيتكلم عن موت الدماغ وقابليه التبرع من ميت، يبقى دي انا باخد اعضاء من ميت. نزع الوسائل الاصطناعيه، ايه دي بقى؟ الموت الرحيم. يعني ايه موت الرحيم؟ الحاله اللي قصادي هوبلس كيس،
ايه هوبلس كيس دي؟ حاله ميؤوس منها، خلاص حاله ميؤوس منها، مفيش منها شفاء. كتر ما انت سايبها على الاجهزه الاصطناعيه الداعمه انت بتاذيها، شيلها بقى. طب هنا اختلفوا، ده قتل ولا رحمه؟ اختلفوا. لو لقيت في السؤال بيتكلم عن حالات فقدان وعي، اللي هي الغيبوبه، اللي هي الكوما طويله الاجل، يعني ايه؟ ما في ناس بترجع من غيبوبه، في ناس بترجع من غيبوبه بعد يوم 2 3 اسبوع، اوكي سيبها على الجهاز. طب في واحد قاعد في الغيبوبه سنه دي هيرجع يعمل لك ايه؟ دي غيبوبه طويله الامد. قيمه الحياه، بص بقى، الحياه لها قيمه يجب ان تحترم بكل اشكالها، بكل صورها، بكل معانيها. ما ينفعش اخد من، اللهم صل على النبي، اقول لك انسان مشوه اخد منه عضو اديه الانسان سليم، ما ينفعش. انسان معتوه اخد من هنا ادي هنا، ما ينفعش. واحده حامل وفي بطنها جنين مشوه اجهضه، ما ينفعش. الحياه يجب ان تحترم بكل اشكالها وكل صورها وكل معانيها. بيقول لك لو لقيت في السؤال بيتكلم عن الاهتمام بالجانب الجسمي او النفسي او الاثنين، عن الحياه مهمه مهما كان الامر للفقراء مثل الاغنياء. تمام؟ طيب تعالى بقى ناخد اخلاق المهنه. بص بقى يا معلم، اولا العنوان ده غلط عشان انا اللي عندي كاتب المذكره واحنا في ليله الامتحان شواحه. بص، التفلسف والقيم مش ده، علشان تصلح انت في البي دي اف. دي اسمها اخلاق المهنه. طيب بيقول لك قيمه العمل في نهضه الامم. بيقول لك لو لقيت في السؤال اي حاجه عن تدخل الانسان بالعمل من اجل تحويل منفعه لمصلحه وتحقيق استفاده منها زي ما هو موجود قدامك في الامثله، ايه رايك؟ شغل فاخر من الاخر. يا نهار اسود، ايه رايك شغل فاخر من الاخر؟ بص يا معلم، ركز معايا. يعني ايه قيمه العمل؟ العمل هو شرط اساسي لنهضه وتقدم الامم. العمل هو بمثابه المنظار الذي ننظر من خلاله الى روح الشعب فنجده، هل هو شعب جاد ام هازل، مسؤول ام مستهتر، هانت عليه نفسه ام احترم نفسه، شعب بائس ام شعب متفائل. اعمل مقارنه ما بين اليابان، ما اقصدش والسودان، بس ده في حته وده في حته تانية خالص. حلو، ليه؟ اليابان شعب ما بيسكتش، مكوك شغال. حلو، يبقى العمل هو شرط اساسي لنهضه وتقدم الامم. طيب يعني ايه اخلاق المهنه؟ اخلاق المهنه هي عباره عن مجموعه من المعايير الاخلاقيه التي لا تستقيم المهنه بدونها. طب ممكن اسال سؤال؟ قولي ايه سبب ظهور اخلاق المهنه؟ بص يا حبيبي، انت كان عندك 3 انواع من الاخلاق. بص يا سيدي، انا كان عندي حاجه اسمها الاخلاق المثاليه. الاخلاق المثاليه دي كانت نابعه منين؟ نابعه من الدين والمثل العليا اللي احنا ما عرفناش نوصل لها ولا نشتغل بيها. قال لك مشي امورك بدي مين دي؟ بالاخلاق العامه. سوي امورك بالاخلاق العامه. فعجزت الاخلاق العامه عن القيام بالدور. يعني ايه؟ المجتمع فسد. المجتمع فسد اللي هو كان مين؟ سواء كان اعلامي او مهندس او مدرس او طبيب او محامي او قاضي، كلنا فاسدون لا استثني احد. فحصل هنا عجز، فاضطرينا نعمل حاجه اسمها الاخلاق المهنيه اللي حطها الفيلسوف مع متخصص. حلو، يبقى الاخلاق المهنيه واسباب ظهورها هو عجز الاخلاق العامه عن القيام بدورها. الاخلاق المهنيه اللي هي عباره عن ايه؟ مجموعه من القواعد والمعايير الاخلاقيه التي لا تستقيم المهنه بدونها. يبقى دي عباره عن مجموعه من المعايير الاخلاقيه من غيرها المهنه ما تستقيمش. يعني يجيبوا المدرس ويقولوا له: واحد، ما تسربش الامتحانات، ما تغشش الطلبه، ما تميزش في المعامله ما بين الطلبه والطالبات، لا مؤاخذه ما تعملش علاقات مع بنات. بيجيبوا الطبيب: لو سمحت ما تتاجرش في الاعضاء ولا تعمل علاقه مع المرضى. بيجيبوا المحامي: لو سمحت ما تبيعش موكلك. بيجيبوا القاضي: احكم بعدل الله. بيجيبوا الاعلامي: ما تولعهاش. حلو قوي.
مين بقى اللي حط اخلاق المهنه؟ اللي حط اخلاق المهنه الفيلسوف مع متخصص. يبقى الاخلاق المهنيه واسباب ظهورها هو عجز الاخلاق العامه عن القيام بدورها. لو لقيت في السؤال بيتكلم عن قوانين او معايير اخلاقيه يستفادوا منها المهن، تبقى اسمها اخلاق المهنه. ماشي، اخلاق المهنه. يبقى الاخلاق المهنيه واسباب ظهورها هو عجز الاخلاق العامه عن القيام بدورها. جميل. دور الفلاسفه في وضع المواثيق. حلو. مين اللي هيحط الميثاق؟ الميثاق اللي هو الايه؟ القواعد والمعايير الاخلاقيه. اللي هيحط الميثاق مين؟ فيلسوف مع متخصص. مش فاهم. انت دلوقتي هتحط ميثاق للتدريس، تعال اقعد معايا، انا متخصص. طب هحط ميثاق للمحامي، روح اقعد مع مرتضى منصور، احسن متخصص. طب هحط ميثاق للطبيب، مجدي يعقوب، متخصص. يبقى وللفلاسفه اكبر دور في وضع المواثيق. حلو قوي. يبقى الفيلسوف مع متخصص. هيعملوا ايه الفيلسوف والمتخصص؟ هيبصوا للواقع الاول ويحللوه تحليل دقيق. يعني ايه يبصوا للواقع؟ المجتمع ده بيحترم المدرس، بيحترم المهندس، بيحترم الطبيب ولا لا؟ وبعد ما يبصوا للواقع هيحطوا القواعد والاسس اللي انت تلتزم بيها. تمام. لو لقيت في السؤال بيتكلم عن تحليل مجتمع وجمع معلومات حوالين عادات وتقاليد، يبقى دي الحتة بتاعت تحليل الواقع، التحليل الدقيق. تمام؟ يبقى دي تحليل الواقع، التحليل الدقيق. مين بقى اللي هيحط الميثاق؟ اللي هيحط الميثاق فيلسوف مع متخصص. اللي هيحط الميثاق فيلسوف مع متخصص. طيب، ايه القيم الأخلاقية اللي بتحكم المهن؟ أول حاجة الأمانة والنزاهة. الأمانة والنزاهة فه شين فضيلة وشرف، مش ه هلس في هلس. فه شين فضيلة وشرف. الأمانة والنزاهة، الالتزام بالقوانين، احترام البعد الإنساني، يعني احترام مشاعر العمال اللي عندك. عامل عندك عنده مشكلة، راعيه. واحد بيشتغل معاك أبوه في المستشفى، اديله أجازة. طب أخصمها منه؟ انت هبل يا ابني، اديله أجازة واديله مكافأة عشان خاطر أبوه. احترام البعد الإنساني، حرية التعبير، خلي دايما الموظفين اللي عندك يقدروا يقولوا رأيهم. الاستقلال الذاتي، إنتاج أفكار مبدعة لحل المشكلات، الطاعة والمسؤولية. دايما الموظف لازم يلتزم باللوائح والقوانين ويطيع مع احترامه للقواعد والقوانين، ويقول كمان حريته. تمام. ايه كمان؟ بص بقى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في حاجة بقى هنا، أهمية الميثاق. الحتة دي هي أهم نقطة عندك، هاتيها كده بالراحة. إيه بقى أهمية الميثاق دي؟ الحفاظ على الصورة الذهنية الإيجابية. لما كل مؤسسة العمال اللي فيها هيقوموا بدورهم، يبقى هيحافظ على الصورة الذهنية الإيجابية. أنا اختارها إمتى الحتة دي؟ بص بقى يا سيدي، لما يقول لك سمعة، تمام، نظرة الجمهور، كلام طيب، كلام حلو. ممكن أزودك من الشعر بيت، هنقول إيه؟ لما يقول لك بقى رجل العلاقات العامة، يقول لك سيرة، يقول لك خدمة العملاء، يقول لك سمعة، يبقى دي الحفاظ على الصورة الذهنية الإيجابية. تمام. الالتزام بالمسؤوليات، يعني ايه الالتزام بالمسؤوليات القانونية؟ بص، في حاجة اسمها بص ركز هنا بقى، أول ما تلاقي كلمة عقاب، كلمة سجن، يبقى هيجنبك المساءلة القانونية. يعني ايه؟ احنا كلنا كنا متابعين قضية ياسين. قضية ياسين، مديرة المدرسة اتوقفت عن العمل، والمدرسة اتوقفت عن العمل، والدادة اتوقفت عن العمل. الثلاثة اتوقفوا عن العمل، الثلاثة اتعرضوا للعقاب لان هم ما التزموش بأخلاق المهنة. مين بقى اللي اتسجن؟ الشايب العايب ابو 80 سنة اتسجن. ليه؟ لانه ما التزمش. يبقى اول ما الاقي عقاب سجن، يبقى
اختار تجنب المساءلة القانونية. طب تحسين الأداء، تحسين الأداء هنا بيتكلم على عامل. طيب والصورة الذهنية الإيجابية، الصورة الذهنية الإيجابية المفتاح كلمة عملاء. يعني إيه؟ أنا عايزة أحسن أداء العامل. عشان تحسن أداء العامل هتعمل إيه؟ دورات تدريبية، كورسات، تنمية مهارات، شهادات، رفع كفاءة. الاستخدام الأمثل للموارد، الاستخدام الأمثل للموارد نقول صيانة، نقول صيانة، يقول تجديد، قول إنتاج، استخدام وسائل ومعدات فيها تكنولوجيا، إعادة تصنيع منتج فيه عيوب، إنك تسلم المنتج خالي من جميع العيوب. دي أخلاق المهنة. تيجي نشوف التفلسف والقيم. التفلسف والقيم هو يعني إيه تفلسف؟ تفلسف نشاط فكري يقوم به الشخص بفحص حقيقة من حقائق الحياة بنظرة نقدية بدلا من تقبل الأمور على علتها. بمعنى هديك مثال هبل. طب انت ليه بتقولي على مثالك اهبل؟ عشان هو اهبل. دلوقتي انا ازازه ميه عطشان، ميه عطشان، هجيبها من المحل، هفتحها، اخر حاجه ممكن عشان اطمن لها اسمع صوت التك. زي الفل، انا تقبلت ازازه الميه على علتها وهيئتها وشكلتها. انا عندي بنت من بناتي تمسك ازازه الميه تقعد تدور على تاريخ الانتاج والصلاحيه قبل ما تشربها. يعني بتفحص ازازه الميه، بعد كده الليميت عندها بيعلى شويه، تروح داخله على المكونات تقرا بقى انواع المعادن اللي موجوده ونسبها، بعد كده يا تتقبل ازازه الميه وتشربها يا لا. يبقى اذا بنتي هنا عملت ازازه الميه عمليه ايه؟ فحص ونقد وفرز. ده اسمه تفلسف. يبقى التفلسف نشاط فكري يقوم به الشخص بفحص حقيقه من حقائق الحياه بنظره نقديه بدلا من تقبل الامور على علتها وهيئتها وشكلتها. لو لقيت في السؤال بيتكلم عن معرفة أصل الأشياء، حقيقة الشيء، تفكير ناقد، فحص، فرز، فحص، فرز، فحص، فرز، فحص، فرز، فحص، فرز، تحليل، يبقى ده تفلسف. طب أهمية التفلسف إيه بقى؟ التفلسف يعمل على إنتاج عقول ناضجة، شخصيات متسامحة، عقول ناضجة، شخصيات متسامحة وشخصيات مستقلة. طيب لو لقيت في السؤال بيساعد على التسامح، عدم التعصب، إنتاج أفكار جديدة، التمييز ما بين الحلو والوحش. ديكارت، على فكرة ديكارت قال إن التفلسف هو اللي بيميز ما بين الأقوام المتوحشة والشخصيات الراقية. أهمية التفلسف والتفلسف. معوقات التفلسف. يعني ايه معوقات التفلسف؟ في 3 بيئات تعوق عمليه التفلسف. البيئه الاسريه التي لا تسمح باقامه الحوار، بس هس اخرس بابا ادرى، تعوق التفلسف. والبيئه الاعلاميه التي لا تؤمن بتنوع الافكار، والبيئه التعليميه التي تعتمد على الحفظ والتلقين. مش فاهم. في بيئه اسريه زي يوميات ونيس اللي انت اتفرجت عليها او احفاد ونيس، بابا ونيس ماما ميسه احنا اولادكم هنرفع راسكم. حلو، دي بيئة أسرية تسمح بإقامة الحوار، حديث الثلاثاء بيتكلموا، دي ينمو فيها التفلسف. بس هس قول طيب، قول نعم، قول حاضر، بابا الإيه، دي بيئة أسرية لا تسمح بإقامة التفلسف. بيئة تعليمية، في تعليم قايم على الحفظ وتعليم قايم على الفهم. أبا تسجح قول ورايا يا حبيبي، مفيش تفلسف. افهم، انقد، افرز، حلل، في تفلسف. البيئة الإعلامية التي لا تؤمن بتنوع الأفكار، مع احترامي للليمبي. الليمبي هو خالتي قطاطة، هو بوشكش، هو بوحة، هو عوكل، هو كتكوت، هو مين تاني يا جماعة؟ الليمبي عمل 8 شخصيات شبه بعض لدرجة إنه مش عارف يطلع منهم. خلاص مفيش تنوع، فاشل. رامز جلال النهارده لو جه يعمل فيلم رومانسي مش هيقنعني، لانه ساجن نفسه بقاله 15 سنه في برنامج مقالب. العوضي بحبه جدا، بس فهد البطل هو عرب السويركي، هو الكوماندا جابر مع مهره، هو الخديوي مع غزة. 4 مواسم نفس الشخصيه نفس الكاركتر، مش حلو، مفيش تنوع. الكبير قوي مكي 8 سنين في الكبير، مفيش تنوع. حماده هلال، الشيخ صابر 5 سنين في المداح، مفيش تنوع.
يبقى دي بيئه اعلاميه لا تؤمن بتنوع الافكار. عارف بقى مين اللي كده كده وبتاع شاي بالنعناع؟ كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز عامل الايام دي فيلم اسمه مشروع اكس. مشروع اكس ده اكشن واحد. السنه دي في اول السنه عمل مسرحيه كوميدي، يبقى عمل الاكشن وعمل الكوميدي. السنه اللي فاتت عمل مسلسل الحشاشين، في مسلسل تاريخي، عمل الشخصيه التاريخيه. قبلها عمل بيت الروبي، شخصيه اجتماعيه. قبلها عمل كيرة والجن، شخصيه سياسيه. قبلها عمل ايه وعمل ايه؟ لا، كريم عبد العزيز بيجدد جلده كل شويه، كل شويه بيقلع توب وبيلبس توب. يعني ايه؟ كوميدي، سياسي، اكشن، جواسيس في ولاد العم. لا، عمل. يبقى البيئة الإعلامية التي تؤمن بتنوع الأفكار ينمو فيها التفلسف. بيئة إعلامية لا تؤمن بتنوع الأفكار لا ينمو فيها التفلسف. القيم وأنواعها. عندك قيمة الحق، قيمة الخير، قيمة الجمال، دي أنواع القيم. طيب القيم دايما مرتبطة بمبحث اسمه الأكسيمولوجيا. ازاي ده؟ هو احنا مش اخدنا في الترم الاول ان قيمه الحق اتجوزت المنطق، وقيمه الخير اتجوزت الاخلاق، وقيمه الجمال اتجوزت الجمال؟ يبقى اي حاجه بتميز ما بين الصح والغلط قيمه الحق بعلم المنطق. اي حاجه بتميز ما بين الخير والشر والفضائل والرذائل علم الاخلاق قيمه الخير. اي حاجه بتتكلم على مقاييس الجمال علم الجمال قيمه الجمال. طيب تعالى بس معايا هنا في طبيعه القيم. في ناس قالت ان القيم نسبيه وناس قالت مطلقه. ممكن افهم ايه الفرق ما بين نسبيه ومطلقه؟ حبيبي انت بتحب اللحمه الضاني؟ انا ما بحبش اللحمه الضاني. واحد سمعها دلوقتي قال لي انا بحب اللحمه الضاني. القيم كده نسبيه، او بمعنى اصح الاكل نسبي. في ناس شايفه ان الباليه فن راقي، وناس ثانيه شايفه ان ده مسخره وقله ادب. براحتك. في ناس شايفه ان الاوبرا فن راقي جدا، في ناس شايفه ان شويه رجاله وستات بيخشوا يصوتوا. براحتك. القيم كده نسبيه متغيره. مين بقى اللي قال ان القيم نسبيه متغيره؟ واحد زي اوجست كونت، والتاني اسمه ايميل دوركايم. اشمعنى؟ لان الناس دي رجعت القيم للمجتمع. قالت لك اللي هيحدد القيمه الاخلاقيه المجتمع. حلو. اللي هيحدد القيمه الاخلاقيه مين؟ المجتمع. امين. طيب شرب الخمر في مجتمع ما حرام، في مجتمع تاني شيء عادي. لحم الخنزير في مجتمع حرام، في مجتمع تاني عادي. لا مؤاخذه، لعب القمار في مجتمع ما عادي، في مجتمع ما حرام. اذا الناس ديت رجعت القيم للمجتمع. لو لقيت في السؤال كلمه نسبيه الاخلاق وقالت ان المجتمع هو مصدر الاخلاق، يبقى انا بختار كونت ودوركايم. طيب في ناس تانية قالت ان القيم بتحددها المنفعه. زي مين؟ واحد اسمه جيرمي بنتام، والتاني اسمه جون ستيوارت ميل. قال لك المنفعه هي اللي بتحدد القيم. المنفعه بس. ازاي؟ اقول لحضرتك. الفعل ده ليك انت منفعه، اذا هو خير. بس نفس الفعل ليا انا ضرر، اذا هو شر. طب هو الفعل بقى خير ولا شر؟ والله قال لك على حسب المنفعه. جميل. لو لقيت في السؤال بردك نسبيه الاخلاق، علشان الانسان اناني بطبعه، وان الانسان هو اللي بيحدد قيمه الفعل على حسب النتيجه اذا كانت هتضره او تنفعه، يبقى هنختار جيرمي بنتام وجون ستيوارت ميل. طب اصحاب الاتجاه ده تعرضوا للنقد ان القيم كده نسبيه متغيره، واغفلوا دور الدين. محدش فيهم اتكلم على الدين خالص. في ناس تانية بقى قالت لك لا، دي الاخلاق ثابته مطلقه. ثابته مطلقه، واللي هيحدد قيمه الاخلاق هي العقل. اشمعنى العقل؟ قال لك العقل هو اللي بيميز ما بين الانسان وما بين الحيوان. جميل. مين بقى اللي قال الكلام ده؟ ارسطو. لو لقيت في السؤال ثبات قيم، العقل هو اللي بيكتشف القيمة وبيرشد الإنسان، يبقى أرسطو. مسكويه من نفس القصة. لو قال لك ثبات القيم والعقل هو اللي بيكتشف القيمة وبيحددها الدين، يبقى مسكويه. هل المبدأ ده الناس ديت قالت إن العقل هو اللي بيميز ما بين القيم، والعقل هو اللي بيميز ما بين الإنسان وما بين الحيوان، وما أغفلوش دور الدين. طب واللي قبلهم؟ اللي قبلهم أغفلوا دور الدين، والأخلاق عندهم كانت نسبية متغيرة، وساووا ما بين الإنسان والحيوان لأن حسب المنفعة والضرر. عندك بقى أهم واحدة، قيمة البحث عن الحقيقة. بص بقى، البحث عن الحقيقة دي قيمة بتنمو إزاي؟
بالبحث في العلل البعيدة والأسباب الغير المباشرة. إزاي تنمي هذه القيمة؟ بالقراءة والاطلاع وتنمية التفكير. تمام، بس البحث عن الحقيقة بقى المهم فيها 3 نظريات. نظرية إيه ونظرية إيه؟ التطابق والترابط والبرجماتية. يعني إيه التطابق؟ قال لك أنا إزاي أحكم إذا كنت أنت بتقول الحقيقة ولا لأ؟ إذا كلامك طابق الواقع الفعلي. بمعنى هو أنا فين الموبايل؟ الموبايل أهو على الكرسي. إذا الموبايل طابق الواقع ولقيت الموبايل على الكرسي يبقى أنا بقول الحقيقة. التيشيرت ده لونه أحمر، أبيض أخضر، أحمر أخضر، أحمر أخضر، أحمر أخضر، أنت شايفه إيه؟ أخضر، يبقى أنت صح بالرجوع للواقع. يبقى لما أرجع للواقع أختار نظرية التطابق. يبقى التطابق إمتى أختار تطابق؟ بالرجوع إلى الواقع، وإن الشيء يكون حسي بيعتمد على حواس. الترابط لما الاقي كلمة انسجام وكلمة تناسق. المعيار الوحيد للحقيقة هو ترابط. وخد بالك لازم الاقي هنا كلمة معلومات وربط ما بين مقدمات ونتيجة. اديني مثال يا باشا. انا عندي مثلث اهو، الزاوية دي 90 والزاويه دي 30، ادي 120. تقدر تقول لي الزاويه دي كام؟ اقدر اقول لك الزاويه دي 60. انت كده عملت ايه؟ ربط ما بين المعطيات والقانون. ايه معطياتك؟ 30 و90. وايه القانون؟ ان مجموع قياسات زوايا المثلث 180. طرحت 120 من 180 طلعت لي 60. دي نظريه الترابط. يبقى اول ما الاقي معارف معلومات تناسق ترابط انسجام يبقى نظريه الترابط. النظرية البرجماتية بقى. ايه بقى النظرية البرجماتية؟ بص بقى، البرجماتية النجاح العملي، النتيجة الفعلية. النجاح العملي يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عملت خطة، انت قاعد تتفرج على الخطة ولا عملت بالفعل؟ عملت بالفعل، نظرية برجماتية. انا دلوقتي لما بقول لك انت فاهم بتقول لي فاهم، ما بصدقكش. ليه؟ بقول لك حل قصادي. حليت قصادي وفعلا قفلت يبقى انت فهمت. طب ما عرفتش تحل يبقى انت ما فهمتش. يبقى انا رجعت هنا ايه؟ للنتيجة الفعلية. انا لما تيجي بنتي تقول لي انا عملت مكرونة بشاميل اقول لها دوقيني، نتيجة فعلية. يبقى خد بالك بقى ال3 نظريات. حاجة تطابق الواقع وبشوفها بعينيا وبستخدم حواس، تطابق. معلومات بتنسجم وتتناسق وترتبط ببعضها، ترابط. نتيجة فعلية ملموسة محسوسة، نتيجة برجماتية. طب قيمة الاستقلال، بقول لك ايه؟ استقلال يعني حرية، يعني تحمل نتيجة، يعني ما فيش ضغوط، يعني ثقة الإنسان في اتخاذ قراراته بنفسه وتحمل نتيجتها. يعني لما الاقي ثقة الفرد في اتخاذ قراره، التخلص من التبعية ان الفرد يقرر مصيره بنفسه، ده الاستقلال. طب والتسامح؟ الحقيقة أكبر بكتير من أن يدركها عقل بشري واحد. يعني أدي الحقيقة، إحنا كلنا بنبص على الحقيقة، ماشي. بتبص على الحقيقة من كام زاوية؟ زوايا مختلفة. يبقى نسبية الحقيقة حبيبي، إحنا كلنا من أب وأم واحد، آدم وحواء. كلنا من آدم وحواء، بس الفروق مختلفة، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. يبقى لما الاقي اختلاف في الآراء واختلاف في الحقيقة ومرونة فكرية أقدر أغير منها، يبقى التسامح. حرية. بص يا حبيبي، أنت عندك نوعين من الحرية. في حاجة اسمها حرية الفعل وحرية الاختيار. علمي أدبي، أدبي علمي، علمي أدبي، أدبي علمي، علمي أدبي، أدبي علمي. حرية الاختيار، القدرة على اختيار النقيضين، أو القدرة على الاختيار بين النقيضين، أو اختيار ثالث. حرية الاختيار. لا أنا هدخل أدبي وجهة، أقسم بالله دخلت أدبي، دي مش حرية اختيار بقى، اتحولت من حرية اختيار لحرية فعل. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قبل ما اخد قرار حرية الاختيار، اخدت قرار حرية الفعل. الحرية والمسؤولية، انت حر طالما لم تضر، بس حريتك مش حرية مطلقة، انت حريتك بتحيط بيها المسؤولية. يبقى لما يقول لي حرية والمسؤولية، الإنسان حر بقدر ما يحمله من
مسؤولية. انت حر في اتخاذ قرار، بس انت مسؤول عن اختيارك وتلتزم بالاختيار ومسؤول عنها وما تضرش حد. يلا بينا. اللي فات ده فلسفة، لو انا ذاكرته تمام تمام التمام تمام التمام. هحاول بقدر الامكان ان الفيديو دوت ما يعديش ساعة ونص عشان تعرف تلم دنيتك. ما هو مش هقدر اضغط اكتر من كده. والمصحف المنطق. انواع الاستدلال باشا، انت عندك نوعين من الاستدلال، عندك استدلال صاعد واستدلال هابط. الصاعد استقراء، والهابط استنباط. حلو قوي. يعني ايه صاعد؟ يعني من الخاص للعام. طب ويعني ايه هابط؟ من العام للخاص. تمام. بص بقى، هابط نازل، نتيجته اصغر ومساويه للمقدمات. طيب يقيني، ينتقل من الكل الى الجزء. الله الكلام ده كتير قوي يا باشا، ما تركز عندي. بص، كل الاعداد الاوليه تقبل القسمه على نفسها. 3 عدد اولي. النتيجه 3 تقبل القسمة على نفسها. انت جيت من فين لفين؟ باشا انا جيت هنا من العام الى الخاص. يبقى الاستدلال ده اسمه الاستنباط. الاستدلال ده الهابط. يعني ايه الهابط؟ يعني النازل، بيجي من فين لفين؟ من العام للخاص. من العام للخاص، من فوق لتحت، نتيجته يقينية. يقيني. خلاص؟ طيب في عندي حاجة تانية اسمها الاستقراء. الحديد معدن يتمدد بالحرارة. الذهب معدن يتمدد بالحرارة. النحاس معدن يتمدد بالحرارة. شكرا. من المحتمل ان كل المعادن تتمدد بالحرارة. انت جيت من فين لفين؟ انا جاي من الخاص للعام. اريحك بحاجة، قولي دي ودي ودي اسمهم مقدمات. المقدمات دي يقينية لان انا جربت عليها بالفعل. طب والنتيجة؟ دي نتيجة، بس النتيجة احتمالية. يعني ايه؟ يعني والله العظيم الحديد بيتمدد وانا شفت، والله العظيم الذهب بيتمدد وانا شفت، والله العظيم النحاس بيتمدد وانا شفت. طب والله العظيم ان كل المعادن بتتمدد. يا كذاب انت ما شفتش. يبقى النتيجة، نتيجة الاستقراء نتيجة احتمالية، بس مقدمات الاستقراء زي ما قال عندنا الحسن بن الهيثم ان مقدماته يقينية. ماشي. خلاص الاستقراء ماشي. ايه تاني يا سيدي؟ بص بقى يا قلبي، انا يهمني بقى واحد اسمه فرانسيس بيكون. قبل فرانسيس بيكون عندي نوعين من انواع الاستقراء. عندي استقراء تام واستقراء ناقص. افرق ما بينهم ازاي؟ الاستقراء التام بدرس فيه كل الحالات. حلو. عشان تدرس كل الحالات لازم الظاهرة تكون محدودة. حلو. محدودة. زي عدد الطلبة في الفصل، محدودة. عدد قارات العالم، محدودة. عدد الكتب في المكتبة، محدودة. عدد الإعلام في الشنطة، محدودة. حلو قوي. الاستقراء ده مشكلته انه ما اسموش تام بس، اسمه تام كامل، إحصائي، تلخيصي، عددي، تعدادي. طب مقدماته يقينية ونتيجته يقينية. مقدماته يقينية ونتيجته يقينية. طب ازاي؟ ممكن تديني مثال؟ اديك. ما ادكش مثال ليه؟ قارة افريقيا بها بحر، قارة اسيا بها بحر، قارة استراليا بها بحر، قارة امريكا الشمالية بها بحر، قارة امريكا الجنوبية بها بحر. 1 2 3 4 5. القارة القطبية بها بحر. قارة أوروبا بها بحر. خلاص
إذا كل قارات العالم بها بحر. قلبي دي ودي 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 مقدمات يقينية، دي نتيجة يقينية. ليه؟ المقدمات عددهم 7 والنتيجة بتحكم على ال7. ده الاستقراء التام، بدرس فيه كل الحالات. يبقى كل الحالات استقراء تام. المفتاح بتاعه ان الظاهرة اللي قدامي تكون ظاهرة محدودة العدد. طيب الناقص زي ما قلت لك، الحديد معدن يتمدد، النحاس معدن يتمدد، الذهب معدن يتمدد. خلاص، من المحتمل ان كل المعادن تتمدد، دي ودي ودي يقينية. ايوه بس النتيجة احتمالية. ده بقى اسمه الاستقراء الناقص. طب ايه مفتاحه؟ اسمه ناقص، اسمه علمي، اسمه تعميمي. ناقص وعلمي وتعميمي. الظاهرة هنا مفتوحة. يعني زي ايه الظاهرة مفتوحة؟ عدد النجوم، عدد النجوم في السماء، عدد حبات الرمال، عدد قطرات المطر، عدد البشر، عدد الطيور في العالم، عدد الأسماك في المحيطات. لا حاجة ما اعرفش احددها. ده الاستقراء الناقص. أوهام، ركز بقى باشا، هم 4 أوهام: جنس وسوق ومسرح وكهف. حلو. ايه بقى الجنس؟ اللي هو التسرع في الحكم، اخطاء بيقع فيها البشر بسبب طبيعتهم الناقصه. جميل. يقول لك اخطاء عامه فطريه بنتولد بيها. سرعه الحكم فطريه، صدق من وجهه نظر، بصدق اي حاجه، جنس. كهف اخطاء فرديه، خد بالك انها مكتسبه. يقول لك عادات، يقول لك تقاليد، يقول لك ثقافه، يقول لك اهواء، يقول لك رغبات، يقول لك تكوين خاص، يقول لك اختلاف وجهات النظر. ده اسمها كهف. سوء مكتسبة. عيوب لغة، كلمات، ألفاظ، أخطر أنواع. طب ممكن أقول لك كمان مقهى عشان بتتقال على المقاهي. كافيهات بتتقال على الكافيهات. أوهام المسرح. بص بقى، دي يقول لك نظريات القدماء، مذهب قدماء، فنانين، مشاهير، اسمها أوهام المسرح. ده الجانب السلبي اللي قال لنا عليه بيكون وحذرنا منه. ممكن أعيدهم تاني معلش عشان أنت تاخد بالك؟ أعيدهم. يعني أعيدهم لك تاني ما تزعلش يعني؟ لا مش هزعل. بص بقى، يقول لك أوهام فطرية جنس، يقول لك تسرع في حكم جنس، يقول لك أخطاء عامة عند البشر كلها جنس، يقول لك مشاهير، يقول لك نظريات، يقول لك القدماء، يقول لك أقوال مأثورة، حكم، مسرح، يقول لك لغة، يقول لك جمل، يقول لك تلاعب بالألفاظ، يقول لك مقاهي، يقول لك كافيهات، سوق، يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد كهف خاص بيا، عاداتي، تقاليدي، معتقداتي، وجهات نظري، شخصياتي، تربيتي. يبقى أوهام الكهف. طيب بعد ما تخلص من كل الأوهام ديت بتخش على حاجة اسمها الجانب الإيجابي عند فرانسيس بيكون. الجانب الإيجابي ده بتعمل إيه؟ بجمع جميع المعلومات حوالين الظاهرة. جمعت المعلومات، بنظم المعلومات في قوائم. حلو. كم قائمة بتنظم فيها؟ 3: حضور وغياب وتفاوت. الحضور بعمل إيه؟ بجيب كل الحالات اللي ظهرت فيها الظاهرة. زي إيه؟ أنا جبت 27 معدن، تمام، حديد، ذهب، نحاس، فضة، رصاص. ال27 معدن دول حضرت معاهم الشمس، يعني حضرت الحرارة فحضر التمدد في ال27 معدن. تمام. تاني يوم جبت ال27 معدن بس غيبت الشمس فغابت الحرارة فغاب التمدد. طب تالت يوم جبت ال27 معدن برضو وحضرت الشمس، مرة الساعة 10 الصبح مفيش تمدد، 12 الظهر في تمدد، 3 العصر زاد التمدد، 5 المغرب اختفى التمدد. احطها في قائمة التفاوت النسبي. يبقى لما يقول لك غياب او نفي، قائمة الغياب، حضور اثبات، قائمة الحضور، زيادة ونقصان، قائمة التفاوت النسبي. قائمة الحضور بحط فيها المعلومات اللي تؤدي الى وجود الظاهرة، اسمها حضور او الثبات.
او الاثبات. الغياب اسمها النفي، بحط فيها المعلومات اللي بتنفي الظاهره. التفاوت النسبي احط حاجه فيها زياده زائد نقصان. وبعد كده بحلل كل قائمه وبصل الى قانون. متفقين كده؟ يبقى خلصت من فرنسيس بيكون. مراحل المنهج الاستقرائي التقليدي بقى. اول حاجه الملاحظه. تمام. لو لقيت في السؤال بيتكلم عن مشاهده يبقى ملاحظه. مفيش تدخل من الباحث، ملاحظه. الملاحظه بوجه فيها 3 حاجات: ذهني اللي هو عقلي، حواسي عينيا وايديا، ادواتي ميكروسكوب وتلسكوب. اسمها ملاحظه. بوجه الذهن والحواس والادوات، ما بتدخلش. كل اللي بعمله في الملاحظه مراقبه وتسجيل بس. بعد كده الفرض العلمي هو تفسير مؤقت للظاهره. اذا ثبت صحته عن طريق التجربه تحول الى قانون. انا امتى اختار كلمه فرض علمي؟ بص بقى يا سيدي، لما يقول لك فكره، رؤيه، مقترح، تفسير، تخمين، ظن، حدس، شعور غامض، تفسير مؤقت، كل ده اسمه فرض علمي. كل ده اسمه ايه؟ فرض علمي. ماشي. هي اتنقلت الناحية التانية. ماشي. تمام يا قلبي. طيب معلش انا هرجع تاني لشروط الملاحظة علشان التنسيقة بتاعتها. شروط الملاحظة 6، 3 ليك و3 عليك. ليك الأمان، أوفر لك أمان وتكون الظاهرة قابلة للتكرار، والأدوات عشان تطلع لي دقة. يبقى ليك أمان أدوات تكرار. عليك إنك تقعد للظاهرة، الاستعداد، مفيش مشاعر تخش. الموضوعية تدرس الظاهرة من جميع الجوانب الشمولية. يبقى الأمان والحماية، الاستعداد والتهيؤ، تكون مستعد. التكرار، يبقى أنت ليك أمان، ليك تكرار، ليك. بص هنا عشان مش موجودة. بص يا قلبي، اللهم صل على سيدنا محمد. ليك الأمان والتكرار وليك الدقة. معلش هم نسوها يكتبوها. الدقة اللي هي الآلات عشان تطلع بنتيجة مضمونة. يبقى ليك يا أستاذة الأمان والتكرار والآلات 3. عليك بقى الاستعداد، تكون قاعد مستعد تدرس الظاهرة من جميع الجهات، لا مشاعر ولا رغبات ولا ميول. يبقى ليك 3 وعليك 3. طب شروط الفرض. بص بقى، الفرض لازم يتوفر فيه شروط. أول شرط من شروط الفرض الواقعية، ما يبقاش الفرض خيالي. الواقعية، لازم الفرض يكون قابل للتحقق منه عن طريق التجربة. اشمعنى؟ أصل التجربة هي اللي هتقول إذا كان الفرض ده صح أو الفرض ده غلط. الفرض صح نبوسه ونحطه فوق راسنا ونحوله قانون. الفرض غلط نستبعده بس نحترمه ما نهملوش. تمام. يبقى 1 الواقعية. الاتساق، عارف يعني ايه اتساق؟ يعني الفرض ما يكونش متناقض مع ظواهر أخرى، ما تجيش أو مع حقيقة علمية مثبتة إلى إن ثبت العكس. ما تجيش تقول لي اللي عايم على وش المية ده حديد، أقول لك أنت هبل ولا عبيط؟ الحديد ينغمر. طب سبايك ذهب فين؟ اديني سبيكة وزعتهم كلهم ما حد بقتش لاقية. ما ينفعش. طب قولي لي خشب، أصدقك. في اللين أنا معاك. يبقى الواقعية والاتساق ويكون قابل للتحقق منه عن طريق التجربة. الاتساق والتوافق اللي هو الانسجام. ماشي. لا هنا اتخنت قوي عالدغري. طيب بص يا قلبي، قبل ما نخش هنا في عندي التجربة. تعالوا بقى هنا عشان انتوا بقر في الحتة دي. انا بقر. انت عندك 3 انواع من التجربة: تجربة مرتجلة، تجربة سلبية، تجربة علمية. انا بستكشف. اول مرة يبقى اكتشاف، استكشاف، فحص. اول مرة بجرب اسمها تجربة مرتجلة. خلاص. يبقى التجربة المرتجلة تجربة أولية.
لو لقيت في السؤال واحد بيتكلم عن نقص خبرة، نقص معلومات، لسه بحاول افهم زي واحد ما بيعرفش يسوق وقال هجرب السواقة، اسمها تجربة مرتجلة. بص يا قلبي، المرتجلة اكتشاف، استكشاف، بتعرف على الخواص، تجربة مرتجلة. التجربة العلمية لا، العلمية دي اللي بتجيب قانون. لو لقيت في السؤال بيتكلم عن اكتمال معلومة، إجراءات أنا بعملها، المهم في الآخر هوصل لقوانين ونظرية، تجربة مرتجلة. هل التجربة المرتجلة التجربة العلمية تهدف إلى نفس الخواص بتاعت المرتجلة؟ لا، التجربة العلمية تجيب لي قانون، المرتجلة بتستكشف لي، بكتشف، بفحص، ببص. يبقى أنا عندي فرق بين مرتجلة وبين علمية. السلبية، أنا بقف مكتوف الأيدي وبكتفي بإن أنا أراقب وأسجل بس. زي مثلا الست الحامل بتروح تعمل سونار على الجنين. السونار ده تجربة سلبية. ليه؟ أنا مالي، الجنين بيتكون قصادي، أنا مفيش تدخل مني خالص، المد والجزر بيحصل، ده الطبيعة ماليش دخل بيها. يبقى طالما ان انا هقف مكتوف الايدي اتفرج بس، اسمها تجربة سلبية. تمام؟ شروط التجربة، اول حاجة الاعتناء بكل كبيرة وصغيرة تنتج عنها التجربة، رقم 1. 2، مراعاة القواعد الأخلاقية، اوعى اعمل حاجة غلط، اراعي القواعد الأخلاقية واعتني بكل كبيرة وصغيرة. التحرر من المشاعر، يعني الموضوعية والحيادية. يبقى شروط التجربة، لو لقيت في السؤال بيتكلم عن استخراج تصاريح، موافقة قانونية، ما ينفعش تعمل ده على البشر. لو لقيت معاناة الحيوانات، طيب بص بقى يا باشا، شروط التجربة: 1، مراعاة كل كبيرة وصغيرة تنتج عنها التجربة. 2، مراعاة القواعد الأخلاقية. 3، التحرر من بلاش التحرر، خليها لك كده، الموضوعية، أكون شخص موضوعي. ده اسمها شروط التجربة. طيب بص بقى، عندي جابر بن حيان والحسن بن الهيثم قبلهم في القانون ده ذا اند. يعني ايه ذا اند؟ التفسير النهائي للظاهرة. طالما وصلت للتفسير النهائي للظاهرة يبقى قانون. وخد بالك ان القانون ده في بدايته فرض ثبت صحته. تركز معايا في الاثنين دول واخطفهم لك، جابر بن حيان والحسن بن الهيثم. اي حاجه تخص الفيزياء جابر بن حيان، لا الحسن بن الهيثم. اي حاجه تخص الكيمياء جابر بن حيان. يقول لك تشريح العين الحسن بن الهيثم، مناظير الحسن بن الهيثم، تلسكوب الحسن بن الهيثم، ميكروسكوب الحسن بن الهيثم، تصحيح ابصار الحسن بن الهيثم. اي حاجه فيها فيزياء الحسن بن الهيثم. رجل التجارب العلميه، رجل التدريبات، رجل العلم بتاع التجارب، جابر بن حيان. بص بقى يا سيدي، عندك مقارنه بنت لذينه ما بين المنهج الاستقرائي التقليدي والمنهج العلمي المعاصر. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ واحده. المنهج الاستقرائي التقليدي اسمه استقرائي تقليدي، بيبدأ بإيه؟ بص يا سيدي، أولاً معنى استقرائي تقليدي ما فيهوش استنباط، ده أول حاجة. يعني أنا لاحظت، شفت حاجة بعينيا. طالما الملاحظة هي الخطوة الأولى، يبقى أنا شفت حاجة مادية ملموسة محسوسة، شايفها، لمسها، حاسسها، شيء مادي ملموس محسوس. طالما حاجة مادية ملموسة محسوسة يبقى النتيجة بتاعتها يقينية مؤكدة. يبقى لاحظت، فرضت، جربت، جبت قانون. القوانين يقينية سببية، يبقى مادي يقيني سببي، مادي يقيني سببي. يبقى الاستقراء زمان كان بيبتدي بالملاحظة، ثم الفرض، ثم تجربة، ثم قانون. شكرا، الطبيعي. طب فيها استنباط؟ لا، ما فيش فيها استنباط خالص، استقرائي خالص. يبقى لو لقيت في السؤال بيستخدم المنهج الاستقرائي التقليدي بس، يعني الانتقال من الجزء للكل او باستخدام تجارب علمية،
دون استخدام استنباط يبقى تقليدي. بص، ملاحظة، تجربة، فرض، قانون. طبعا غلط هنا، في غلطة، استناني، هي مش تجربة هنا. واحد، ملاحظة، فرض هنا التجربة، لأن دايما الفرض يأتي بعد ملاحظة. لاحظت، فرضت، جربت، جبت، قانون. لاحظت، فرضت، جربت، جبت، قانون. لاحظت، فرضت، جربت، جبت، قانون. لاحظت ان ميه الجير متعكره. لاحظت، فرضت ان اكسجين، نيتروجين، هيدروجين، ثاني اكسيد كربون. طب انا عايزه اتاكد من فرضي انا واللي صح، هعمل تجربه وفي الاخر هخرج بقانون. المنهج هنا استقرائي خالص، والقانون اللي بوصل له قانون يقيني. يقيني سببي، خلي بالك. هنا بقى المنهج العلمي المعاصر. تمام يا قمر؟ يبقى احنا لو لقيت في السؤال بيتكلم ان انا اجمع ما بين العقل والفكر مع تجربة، يبقى ده المنهج الاستقرائي المعاصر. استنى، طب يعني ايه العقل والفكر؟ العقل والفكر يعني الاستنباط، تجربة يعني الاستقراء. طب سؤال، هم ليه جمعوا ما بين الاستنباط والاستقراء؟ لان المنهج الاستقرائي التقليدي لم يعد كافيا للبحث العلمي، فراحوا مدخلين استنباط. طب انا مش فاهمة يعني ايه. فاهم؟ انا الاول كنت بلاحظ، بفرض، بجرب، بجيب قانون، خلاص. فكانت الملاحظه بتاعتي والفرض بتاعي شيء مادي ملموس محسوس. انا دلوقتي بفرض، ببتدي بالفرض. الفرض ده انا جايباه من قوانين سابقه، يعني انا بفرض حاجه انا ما شفتهاش. يعني عارف يعني ايه افرض حاجه انا ما شفتهاش؟ يبقى النتيجه هنا نتيجه احتماليه. يبقى لما تيجي نتيجه احتماليه يبقى المنهج العلمي المعاصر. النتيجه يقينيه يبقى المنهج الاستقرائي التقليدي. يقينيه، استقرائي تقليدي، احتماليه، يبقى علمي معاصر. طيب انا هنا ببدا بالفرض بعد ما بفرض. انا فرضت، بعد ما بفرض ببدا ان انا اجرب. بتجربي على مين؟ على القوانين اللي انا اخدها منها. بعد كده بلاحظ، بعد كده بمسك قانون. طيب القانون هنا احتمالي. طب والقانون هنا سببي حتمي. هنا احتمالي ترجيحي. طب ليه؟ عشان القانون هنا هوت جاي من حاجة أنا ما شفتهاش، قوانين احتمالية. طيب بص بقى، لو جيت عملت بين التجربة مقارنة ما بين التجربة في القديم، في التقليدي، والتجربة في المعاصر. بص يا قلبي، خلصنا ده. بص هنا في القانون، لو لقيت بيتكلم عن أسباب ما أنا قلتها لك يبقى القانون سببي. لو لقيت بيوصف يبقى القانون حتمي. الرياضة، أيوه. بص بقى يا سيدي، بيقول لك هنا إيه بقى؟ الرياضة علم استنباطي. طب ما النتيجة المترتبة ان الرياضة علم استنباطي؟ اصبحت الرياضة يقينية. طب ليه الرياضة يقينية؟ لانها استنباطية. ما النتائج المترتبة انها استنباطية؟ اصبحت يقينية. يبقى الرياضة علم استنباطي لانها يقينية. طب وليه هي يقينية؟ عشان هي استنباطية. طب اترتب على انها استنباطية اصبحت يقينية. طب انا عندي علاقة بين المنطق والرياضة. المنطق أصبح أكثر رياضية والرياضة أصبحت أكثر منطقية، فأدى إلى وجود خلط بين المنطق والرياضة. النسق الرياضي بيقول لك لو لقيت في السؤال أي حاجة تخص بناء متكامل، عارف ليه؟ لأن النسق هو بناء عقلي متكامل مترابط الأجزاء. يعني إيه النسق؟ بناء عقلي متكامل مترابط الأجزاء، متكون فوق بعضه. بص، النسق ده عبارة عن بناء بيتكون من كام دور؟ دورين. ادي الدور الاول. حلو. الدور الاول ده كام شقه؟ 4 شقق. شقه اسمها المعرفات، شقه اسمها اللامعرفات، شقه اسمها البديهيات،
شقة اسمها المسلمات اللي هي المصادرات. أنا هعمل إيه بقى؟ أنا هطلع من الدور الأول ده على سلم أهو، سلم. السلم ده هيوديني فين؟ هيطلعك هنا. هنا فين بقى؟ الدور التاني. الدور التاني ده بقى كام شقة؟ شقة واحدة اسمها النظريات، اللي هي النتيجة. يبقى دي مقدمات ودي نتيجة. خلاص؟ يبقى النسق بناء عقلي متكامل مترابط الأجزاء يتكون من مقدمات ونتيجة. المقدمات عبارة عن معرفات، شقة على يمين السلم، لا معرفات على شمال السلم، بديهيات قدام الأسانسير، المسلمات جنب الأسانسير اللي هي المصادرات. ماشي. احنا بقى عايزين ناخد كل واحدة من دول ونفهم مفاتيحها. خلاص عرفنا النسق. طبعا خصائص النسق الأول: واحد، تحصيل حاصل غير متناقض الأطراف. الطرف الأول يؤدي إلى الطرف الثاني، والطرف الثاني نتيجة للطرف الأولاني. محموله لا يضيف شيئا جديدا لموضوعه. أي حاجة تخص المحمول النتيجة ما بتضيفش حاجة للموضوع. زي المرأة مثلا، المرأة أنثى، المرأة أنثى والأنثى مرأة. ممكن نقول حاجة تانية: المسجد بناء معد لصلاة المسلمين، وكل بناء معد لصلاة المسلمين فهو مسجد. الإنسان هو الأدمي والأدمي إنسان. الأرملة هي من مات زوجها، ومن مات زوجها أرملة. تحصيل حاصل، محمولها لا يضيف شيئا جديدا لموضوعها. وطالما أنا بتكلم في الرياضة أقول لك 5 في 5 بتساوي 25، يبقى 5 في 5 تؤدي إلى 25، و25 هي حاصل ضرب 5 في 5. تمام؟ دي خصائص القضية الرياضية. ايه تاني يا قلبي؟ احنا بقى عايزين نمسك بقى المعرفات واللا معرفات والبديهيات والمسلمات. تعالى نمسك بقى العمارة. ايه بقى معرفات؟ حاجة بعرفها. يعني ايه حاجة بتعرفيها؟ يعني حاجة بعرفها زي النقطة هي ما ليس لها طول وليس لها عرض، يبقى أنا عرفت. طيب خد بالك إن المعرفات اشتراطية يضعها العالم ولا يغيرها إلا بشرط إنه يعرفني النقطة هي ما ليس لها طول وليس لها عرض، اسمها معرفات. طيب اللا معرفات ألفاظ، ألفاظ، مصطلحات، مش مصطلح، ما تنفعش مصطلح، لفظ، كلمة لا يعرفها الرياضي ويشترط على من يستخدمها أن يستخدمها كما هي. ومش هعرفها لأن كثرة التعريفات تؤدي بي إلى عدد ما لا نهائي من التعريفات مما يقودني إلى الوقوع في الخطأ. يعني جزرة وقطمها جحش. طب ما تديني مثال. بص أنا أقول لك حاجة بسيطة، تعالى فهمك. لو جيت قلت لك النقطة اللي قبل التعريف اسمه معرفات، طب واللي بعد التعريف لا معرفات. يعني النقطة هي ما ليس لها طول وليس لها عرض، دي كده اسمها معرفات. أنا عرفتها تعريف اشتراطي يشترط على من يستخدمها أن يستخدمها كما هي. ده بقى كلمة طول، ودي كلمة عرض، دي ودي لا معرفات. يبقى دي معرفات ودي لا معرفات. طب ما تعرفي اللا معرفات، مش معرفاها ليه؟ أصل أنا لو عرفت كل حاجة هيؤدي بي إلى عدد ما لا نهائي من التعريفات مما يقودني إلى الوقوع في الخطأ. تمام؟ خلاص المعرفات واللا معرفات. طب والبديهية والمسلمة؟ البديهية قضية واضحة بذاتها لا تحتاج مني لا دليل ولا برهان لوضوحها الذاتي. لما أقول لك 7 و3 مين أكبر؟ هتقول لي 7 أكبر من 3. اثبت لي. هتقول لي الكل أكبر من الجزء. بديهية. والبديهية بتستخدمها كافة العلوم، كل العلوم بتستخدم البديهيات،
كل العلوم قضية واضحة بذاتها، عجز العقل عن إثباتها فاضطر العقل إلى تصديقها. طيب الكل أكبر من الجزء خلاص. المسلمة، بص بقى، المسلمة قضية بسيطة أنا بحطها من غير دليل ومن غير برهان، ليس لوضوحها الذاتي، خلي بالك، أنا بحطها كأساس للبرهنة على غيرها، يعني بحطها واخدها أحل بيها. زي مثلا طه اللي هي الباي بتساوي 22/7، ليه وعشان إيه؟ هي كده، امسكها كده وروح حل بيها، اسمها مسلمة، اسمها مسلمة، باخدها وبطلع بيها قوانين. طيب اديني مثال. بص يا حبيبي، أنا ممكن أقول لك هنا الخطان المتوازيان المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان مهما امتد، والخطان المستقيمان يتقاطعان في نقطة. وممكن أقول لك حاجة هنا في التحليلية في البديهية، الكميتان المتساويتان ألف أكبر من ب، ألف بتساوي ب وب بتساوي ج، إذا ألف بتساوي ج. الكميتان المتساويتان لكمية ثالثة مساوية لها. على فكرة المسلمة ليها اسم تاني اسمها مصادرة. طيب هل المسلمات ليها شروط؟ 3 شروط. استنى بس كده نحط شروط المسلمات. شروط المسلمة 3 ميم، 3 ميم، ميم متسقة، ميم مكتملة، ميم مستقلة. طب لو لقيت في السؤال أي حاجة تخص قضية مستقلة بذاتها، مستقلة، يعني إيه مستقلة؟ مش مأخوذة من قضية تانية، ده كلمة استقلال، مستقلة، كاملة، مكتملة، كافية للبرهنة على جميع النظريات، ما فيهاش تناقض، متسقة، يبقى هم 3 شروط. بص يا قلبي اهي شروط المسلمات. شروط المسلمات متسقة، مكتملة، مستقلة. يعني ايه متسقة؟ متسقة غير متناقضة، مكتملة كافية، مستقلة غير مشتقة من نظريات أخرى. شروط المسلمة بنقول عليها 3 ميم. يعني ايه 3 ميم؟ متسقة، مكتملة، مستقلة. طب ايه التشابه ما بين البديهية والمسلمة؟ كلاهما قضايا لا يبرهن عليها، الاتنين قضايا ما يتبرهنش عليهم، الاتنين بيستخدموا كأساس للبرهنة على غيرهم، أساس للاستدلال، غير متناقضين. تمام؟ ده شروط المسلمة. طب مين اختلافهم؟ البديهية أعم وأشمل من المسلمة، لأن البديهية كافة العلوم ممكن تستخدمها، المسلمة لأ. ماشي. طبعا دور المنطق في تكنولوجيا الاتصالات. ماشي باشا، افتكر معايا كده اللي انت كنت اخده الترم الاول. القضيه الموجبه بيرمز لها بقاف، قضيه سالبه سالب قاف، قضيه عطفيه قاف اند لام. العطفيه دي بستخدم فيها الواو او ثم او لكن اللي هو رابط الوصل. قضيه انفصاليه رابط الفصل اما او. قضيه شرطيه لزوميه بلاقي اذا، بلاقي لو، بلاقي كلما. قضيه تشارطيه بلاقي اذا وفقط اذا. طب قضيه سالبه بلاقي لا، بلاقي ليس، بلاقي ما، بلاقي لا، بلاقي ليس، بلاقي ما. قضيه سالبه. قضيه عطفيه رابط وصل بلاقي واو ثم ولكن. انفصاليه بلاقي اما او. شرطيه بلاقي اذا لو كلما. تشارطيه اذا وفقط اذا. برمز لها قاف تشارط لام، هنا قاف شرط لام، قاف اور لام، قاف اند لام، سالب قاف قاف. متفقين؟ دي بقى اسمها اللغه الرمزيه. يعني ايه اللغه الرمزيه؟ يعني مثلا هنا اقول لك دنيا دكتوره وميار مهندسه، قاف اند لام. سماح صبحي اما ان تكون مسلمه او مسيحيه، قاف اور لام. اذا ذاكرت نجحت،
ق شرط لام ستتقدم مصر إذا وفقت، إذا اهتمت بالتعليم، ق تشارط لام. في عندك حاجة اسمها الأساس المنطقي للحاسوب. عارف يعني إيه؟ يا باشا هما حاجتين، أنت عندك اتنين هنا تاخد بالك منهم، واحد اسمه لايبنتز والتاني اسمه جورج بول. حلو قوي. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ اللي عمل المنطق الثنائي لايبنتز. يعني إيه المنطق الثنائي؟ صادق وكاذب، لا يحمل معيار ثالث. ثنائي؟ مش فاهمة يعني إيه ثنائي؟ أقول لك أنا. المنطق الثنائي منطق بيحمل قيمتين اتنين، صادق كاذب، موجود مش موجود. صادق كاذب موجود او مش موجود. اون اوف. خلاص. لا يوجد وسط، ما فيش عندي وسط، ده اسمه المنطق الثنائي، ما عنديش وسط. طب تعالى العب معايا في حاجة تانية هنا اسمها المنطق المرن. اسمه مرن، اسمه متعدد القيم. يعني ايه منطق مرن؟ يعني ايه منطق متعدد القيم؟ يعني مثلا يقول لك ابيض، يقول لك اسود. عندك درجات، يقول لك طويل، يقول لك قصير. عندك درجات، يقول لك عملاق، يقول لك قزم. في درجات يوجد، وسط، احتمالات، درجات. طالما عندك وسطية، احتمالية، درجات، ده اسمه المنطق المرن متعدد القيم. والثنائي لا، مفيش درجات، حتمي. طبعا اللي عمل الثنائي لايبنتز. جورج بول ماله؟ لو لقيت في السؤال حد بيتكلم على المكون المادي للكمبيوتر او الصيغه الرمزيه او المنطق الرمزي، يبقى جورج بول. او اللغه لغه البرولوج، جورج بول. يعني ايه ذكاء اصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو احدث فروع علم الحاسبات. يعني ايه احدث حاجه في الحاسوب؟ الحاجه الجديده، النيو كوليكشن، اسمها ذكاء اصطناعي. بمعنى الابل واتش دي ذكاء اصطناعي، شات جي بي تي ذكاء اصطناعي، الموبايلات الحديثه كلها ذكاء اصطناعي. طيب الذكاء الاصطناعي دي عباره عن ايه؟ اجهزه تحاكي العقل البشري. يعني ايه اجهزه تحاكي العقل البشري؟ يعني اجهزه عندها القدره على سرعه اتخاذ القرارات، القدره على حل مشكلات. يوم ما الساعه اتقدمت، الساعه غيرت وحدثت نفسها لوحدها. هل انا اللي حدثتها؟ لا، الموبايلات حدثت نفسها بنفسها. القدره على حل المشكلات وسرعه اتخاذ قرارات. ايوه، اتصل كده بشات جي بي تي واتكلم معاه، هتلاقيه بيحل لك مشاكلك. طيب علاقه المنطق بالذكاء الاصطناعي، اتقسموا نصين، من فريق مؤيد وفريق معارض. مين اللي ايد؟ علماء المنطق. قال لك لازم المنطق يدخل في الذكاء الاصطناعي. ليه؟ لان المنطق دخل في اللغه الرمزيه. المنطق دخل عندي في اللغه الرمزيه اللي هي بيتكلمها الحاسوب، يبقى لازم المنطق يدخل في الذكاء الاصطناعي. طب مين اللي رفض؟ علماء السيكولوجي. مين علماء السيكولوجي؟ اللي هم علماء النفس. قال لك احنا هنعمل اجهزه تحاكي العقل البشري من غير استخدام صرامه المنطق، تشبه البشر بالظبط. تبقى قاعد جنب واحد لا انت عارف انه انسان بشري ولا ذكاء اصطناعي. يبقى اللي ايد علماء المنطق، بينما اللي عارض علماء الذكاء الاصطناعي. ايه تاني يا قلبي؟ عندك بقى المنطق الرتيب والغير رتيب. الغير رتيب اللي هو لا خلاص احنا خلصنا المنطق المرن. انا عايزه اعرف يعني ايه منطق رتيب ويعني ايه منطق غير رتيب. المنطق الرتيب هو المنطق القاطع، مقدمات نتيجه خلصت، قاطع صارم حازم. طب والمنطق الغير رتيب؟ لا، ده اللي فيه قفزه. يعني ايه حضرتك؟ لما اقول لك كل الاعداد الاوليه تقبل الاسم على نفسها 3 عدد اولي، يبقى 3 تقبل الاسم على نفسها حتميا 3. ده منطق رتيب. لو ما اقول لك كل انسان فان سقراط انسان، سقراط اللي هيموت، رتيب.
طب ايه الغير رتيب؟ اللي فيه قفزه، حديد يتمدد، ذهب يتمدد، نحاس يتمدد، اوبا اقفز، كل المعادن تتمدد. يبقى انا عندي فرق ما بين الرتيب والغير رتيب. خد بالك الغير رتيب يبقى فيه قفزه، مقدمات قليله بجيب نتيجه. انا ممكن اخش على الموبايل اكتب حرف السين يروح جايب لي كل اللي فيهم حرف السين، ده اسمه رتيب غير رتيب، قفزه. كده احنا عملنا لك فيديو لامم مراجعه الفلسفه والمنطق. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، لو احتجت مني اي حاجه تقدر تتواصل معانا على قناه اليوتيوب اللي انت بتشوفنا عليها، قناه الفيسبوك ممكن تشوفنا على الفيسبوك، على اليوتيوب، على التيك توك. هعمل لك فيديو اسمه فيديو المتشابهات، ده هتلاقيه على التيك توك مش على اليوتيوب. هتلاقي فيديو المتشابهات على التيك توك مش على اليوتيوب. هتلاقي صفحه سماح صبحي والمواد الفلسفيه، سماح صبحي بالعربي والانجليزي، قناه التيك توك، قناه اليوتيوب، الانستجرام. حبيبي، واخر حاجه اقدر اقولها لك، لو عوزت اي حاجه ممكن تتصل على الرقم ده. لو انت عندك اي حاجه مش فاهمها تقدر تتصل على الرقم ده، اقدر اشرح لك اللي انت عايزه، بس بعد ما تكون شفت الفيديو وذاكرته كويس تقدر تتواصل معايا. استناك ان شاء الله على خير في تانية ثانوي. ويلا بينا، خلصت اليوتيوب خش على التيك توك هتلاقي فيديو المتشابهات، هستناك هناك. تيك توك. سلام عليكم.